قناة عرب الفضائية، قناة كل العرب. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج مصر وأهلها. زي ما عودناكم إن احنا بننزل نجوب شوارع مصر، بنجوب قرى ومدن ومحافظات مصر حتى نرصد سلبيات المجتمع وبيتم تصعيدها للمسؤول، وأيضا بنرصد إيجابيات المجتمع عشان نقول مصر موجودة ورجالها الطيبين موجودين. نزلنا بدعوة كريمة من أهالي مدينة سيدي غازي من محافظة كفر الشيخ، مدينتي اللي أنا عايش فيها واللي أنا بحب أهلها الطيبين وبسعد بالمعيشة بيها. نزلنا استجابة للدعوة لنرصد أهم حدث تاريخي حصل على تاريخ مدينة سيدي غازي منذ أن أخذ قرار مدينة منذ سنتين. نزلنا لنرصد افتتاح موقف سيدي غازي العملاق الذي يربط بين مدينة سيدي غازي وجميع مراكز محافظة كفر الشيخ. لما نزلنا عملنا لقاء مع رئيس المدينة المهندس أحمد بدر، وأيضا الجهات التنفيذية والجهات الشعبية بمدينة سيدي غازي حتى نقف على عملاق هذا الموقف وهذا المشروع. هذا المشروع تم تكلفته ب1,250,000 جنيه. نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني. إذا كان من الواجب علينا أن نستضيف المسؤول الأول في محافظة كفر الشيخ، فمن الأوجب علينا أن نستضيف الجندي المجهول وراء هذا الافتتاح العظيم لمدينة سيدي غازي. كان لزاما علينا أن نستضيف المهندس أحمد بدر رئيس مدينة سيدي غازي. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا. باشمهندس أحمد، النهارده في ظل الافتتاح العظيم والإنجازات اللي احنا شايفينها في مدينة سيدي غازي، مدينة كانت بعيدة عن الحياة والآن بث فيها روح الحياة، تقول إيه النهارده بالنسبة للموقف؟ أنا قبل ما أتكلم عن الموقف أنا عايز أتكلم عن مدينة سيدي غازي. فهي مدينة عريقة من أقدم مدن المحافظة، لكن هي خدت مدينة في فترة قليلة من حوالي سنتين. مدينة سيدي غازي من أجمل المدن، شوارعها من أنظف الشوارع وأوسع الشوارع، وليست قرية كما كانت. هي اتظلمت إنها تكون مدينة من فترة جامدة. مدينة سيدي غازي السادة المحافظين السابقين والسادة المحافظ الحالي أولوا لها اهتمامات ورعاية معينة في عمل الموقف، مجمع المواقف، وعملوا مستشفى على أعلى مستوى، مستشفى بتعملها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. نتكلم بقى في الموقف اللي احنا بصدد افتتاحه الآن. هو الموقف على مساحة حوالي 2000 متر، به حوالي 38 باكية، يسع ل 76 عربية، 76 سيارة، به مبنى إدارة متكامل، في كافيتيريا، في حمامات، في مبنى إدارة فوق كويس، عاملين فيه حجرة لكشك الكهرباء لمحاول الكهرباء، عاملين فيه حجرة للكارتة لمسؤولين الكارتة. طبعا أنا بشكر التعاون المثمر البناء
من السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لدأبه على السؤال على مجمع المواقف، خلص ما خلصش تابع، جاء اكتر من مره بص على المكان، وكنا احتاجنا منه برضو دعم مادي، تفضل سيادته وادانا دعم مادي عشان يكتمل العمل بالموقف. تكلفه الموقف يا باشمهندس، التكلفه الاجماليه للموقف؟ الموقف تكلفته الاجماليه لان هو كان ارض منخفضه، فطبعا هو اتكلف شويه، وصل حوالي 1,250,000 جنيه، وجينا وقفنا احتاجنا مبلغ، معالي الوزير السيد نصر تفضل مشكورا وادانا كمان 250,000 ليصبح تكلفه الموقف 1,450,000. طب هل الموقف مكتمل جميع الخطوط بالنسبه لتوابع مدينه سيدي غازي؟ والله هو ان شاء الله هو حاليا احنا السيد مدير عام المواقف اللي هو عبد الفتاح هنا اهوت عشان يوزع بقى المواقف كيفما ترى اداره المواقف. طيب هل هيكون في استكمالات لمبنى الاداره هنا في الموقف من كافيتريات ومن محلات؟ هو انا بقول لسعادتك ان يمكن لو الكاميرا بصت كده في كافيتيريا كبيره ان شاء الله معلن عنها للتأجير، وباذن الله جاري عمل بعض المحلات حسب سعة المدينة وحسب احتياج المدينة. كان معنا أيضا لقاء مع المهندس نزيه عطية نائب رئيس مدينة سيدي غازي. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، شرفتونا يا فندم. مهندس نزيه، النهاردة احنا بنفتتح موقف بتكلفة 1,250,000، ده بيعتبر إنجاز في مدينة سيدي غازي. هذا يا فندم صرح كبير، هذا الصرح بيشيد به كل مسؤول في محافظة كفر الشيخ. هذا الصرح وسعادتك شايف الانشاءات على مستوى عالي جدا، وتمت رقابه كافه مراحل الانشاءات داخل موقف مدينه سيدي غازي. فانا حضراتكم هذا صرح كبير، ونشرف ان حضراتكم موجودين معانا في هذا اليوم المشهود لمدينه سيدي غازي في افتتاح هذا الصرح الكبير. هذا الموقف هل مكتمل الخطوط ام سيتم طرح بعض الخطوط؟ فندم اللي طبعا احنا اليوم يوم تشريف حضراتكم لنا ده افتتاح، ثم سيتم طرح خطوط جديده للمدينه على مستوى المحافظات، على مستوى المراكز المحيطه بالمدينه ان شاء الله. النهارده بيسعدنا ان نستضيف اللواء عبد الفتاح عبد المعطي مدير عام مواقف محافظه كفر الشيخ. اهلا بك سياده اللواء. اهلا وسهلا يا فندم. سياده اللواء، النهارده في افتتاح هذا الصرح العظيم ماذا تقول؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الصرح اللي احنا شايفينه دلوقتي نتيجه مجهود ضخم بذل وانفاق واضح عشان نوفر كل سبل الراحه للمواطن، وتوجيهات السيد الوزير المحافظ بتهتم بالمواطن نمره واحد. هذا المبنى مقام على 1700 او 1650 متر، وفيه 78 باكيه، ومتكلف حوالي 1.5 مليون. يعني مبنى او انشاء حضاري هيريح الناس كلها وهيوفر الراحه للدنيا كلها. سياده اللواء، لو حابين ان احنا نعرف قوه الموقف من عدد السيارات، عدد الخطوط. هو موقف وليد، وبدايه عمل المواقف هنا لانها مدينه جديده منشاه، فبادئ بالقوه اللي موجوده عنده حوالي 30 عربيه. اما يبدا الشغل بقى هنبدا نشوف اذا كنا ممكن نفتح خطوط تانية في جهات تانية حسب ما هنشوف الركاب وهنشوف الناس وهنشوف الوضع هيمشي على ايه. انما حاليا هيبدا على ما هو، وبعد كده بقى هتبدا الدراسه. سياده اللواء، هل هناك خطه مستقبليه لفتح خطوط طنطا القاهره باقي المحافظات من مدينه سيدي غازي؟ هو ده محل دراسه، لان انت هتشوف بقى الركاب وهتشوف الامور دي عشان تبدا تدرسها. انما هتبدا في اقرب البلاد لها، مثلا زي مركز بيلا، زي مركز يعني المراكز لها المجاوره. انما طبعا الحاجات الكبيره واللي بعيده دي عايزه وقت شويه. سياده العميد محمد عوض مدير عام مواقف كفر الشيخ. اهلا بك سياده العميد. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. النهارده تقول ايه النهارده في افتتاح الموقف العظيم لمدينه سيدي غازي؟ هو من حسن الطالع وداخلين على الشهر العظيم شهر رمضان، وكمان الايام المحترمه 30/6. احنا كل الدوله الحمد لله وشكر الله في حاجات جديده بتفتتح، واحنا برضو مع جزء من كل، واحنا فرحانين جدا ان احنا بنفتتح المسرح العظيم دهوت لمدينه سيدي غازي المحترمه.
وعلشان كالتعليمات او كالطريقه الجميله اللي بنتعامل بيها مع القيادات العليا، ان احنا بنعمل على راحه الناس، يلاقوا مكان نظيف، يلاقوا مكان محترم، يستقلوا في سياراتهم بطريقه ظريفه، ويركبوا بشياكه وحاجه جميله جدا ان احنا بنفتتح صرح عظيم في مدينه عظيمه زي مدينه سيدي غازي. سياده اللواء، هل ترى ان موقف مدينه سيدي غازي الجديد في مجمع مواقف يصل لجميع المراكز؟ هذا بيعتبر انجاز في حد ذاته. انجاز في حد ذاته، وديت خطوه اولى علشان بعد كده هوت ان شاء الله في الخطه الجايه امتداد للمراكز اللي حواليها، وديت اولا دي اول طوبه في اللبنه جميله ان احنا بنوصل الطرق للاماكن المحيطه بمدينه سيدي غازي ان شاء الله. استاذ اسامه وصفي، مدير اداره الشباب والرياضه بمدينه سيدي غازي، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. استاذ اسامه، النهارده في ظل الانفتاح والانجازات الكثيره في مدينه سيدي غازي، النهارده بنشهد افتتاح موقف سيدي غازي وميدان سيدي العارف بالله محمد المغازي. تقول ايه النهارده لمدينه سيدي غازي؟ اهنئهم بالموقف الجديد اللي هم فاتحينه، واهنئهم بالميدان اللي عامله تحت رعايه الاستاذ احمد بدر رئيس مجلس المدينه، وده كله اعمال بتبشر بالخير بالنسبه لمدينه سيدي غازي، واتمنى دايما التوفيق والتقدم، واحنا كلنا لا نهلو جهدا في ان نرفع من قيمه مدينه سيدي غازي عشان نشوفها مركز كمان، وهي تستاهل ان هي تكون مركز، وهناك كثير من الانشطه والادارات، ونرجو استكمال الادارات التي لم تستكمل بعد في مدينه سيدي غازي. الاستاذ اسامه وصفي، ماذا اضافت مديريه الشباب والرياضه لمدينه سيدي غازي؟ هناك في قرارات طالعه بازاله المبنى الرئيسي لملعب مركز شباب سيدي غازي، وان شاء الله يوم الخميس اللي جاي اللي هو بكره 2/6 هيكون في لجنه تقييم المركز ومعمول كراسه الشروط، وهيبدا الهد من الاسبوع الجاي لمركز الشباب، وهيتعمل مفخره هنا بمركز الشباب لمركز مدينه سيدي غازي. النهارده واحنا على اعتاب شهر كريم، شهر رمضان المبارك، ماذا اعدت الشباب والرياضه للشباب؟ هناك خطه مكثفه معموله في شهر رمضان للاحتفال بالمناسبه الكريمه ديت، منها ندوات دينيه مكثفه في جميع المراكز التابعه لاداره شباب سيدي غازي، وهناك انشطه ثقافيه، وهناك شعر وزجل، وهناك دورات خماسيه مقامه حاليا وهتستكمل في شهر رمضان على كافه مستويات اداره شباب سيدي غازي. الجهات الشعبيه بمدينه سيدي غازي على راسهم العمده معوض منيع، اهلا بك يا عمده. اهلا بحضرتك يا فندم. النهارده في انجاز عظيم بتعيشه مدينه سيدي غازي من افتتاح موقف وافتتاح ميدان، انت شايف ايه سيدي غازي النهارده؟ والله انا شايف ان فيه نهضه تنمويه في سيدي غازي، فكما ذكرنا من قبل السلبيات وعمل مجلس المدينه على اصلاحها، اليوم وجب علينا ان احنا نشيد بالايجابيات. كموقف للعربيات موقف ممتاز يضاهي المواقف الاخرى في المحافظات الكبرى، وطبعا هتشوف حضرتك بعد كده لما نتصاحب الى ميدان سيدي غازي والمستشفى اللي بيتم اعدادها، فدي نهضه ممتازه يشكر عليها الساده المسؤولين على اتمامها وانشائها في مدينه سيدي غازي. ماذا تنظر الى مدينه سيدي غازي في 2016؟ ان شاء الله اتمنى ان هي تكون من اجمل المدن على جميع المستويات، وان تحل جميع المشاكل القائمه والخاصه بالمواطنين، كامثال مثلا مكتب للتامينات لكبار السن والمعاشات، كالتظبيطات الاخرى او اتمام النواقص في سيدي غازي. طب هل ترى ان الموقف اضافه فعلا لجمهور سيدي غازي؟ طبعا يا بيه، اضافه كبيره لسيدي غازي وتوابع سيدي غازي، لان سيدي غازي بتضم كتير من القرى التابعه والكفور التابعه لسيدي غازي، فالزمن لازم يكون موجود، لان طلبه الجامعات والكليات سواء في طنطا سواء في كفر الشيخ والقطر مواده متباعده، فضروري جدا يعني. علينا ان نستضيف ايضا بعض الجهات الشعبيه الناشطه في مدينه سيدي غازي، الاستاذ نادر محمد، اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك استاذ صالح. الاستاذ نادر، النهارده احنا بنفتتح موقف سيدي غازي بتكلفه 1,250,000، شايف سيدي غازي النهارده ايه؟ سيدي غازي النهارده غير امبارح، غير السنه اللي فاتت، لان في تطورات وفي انجازات شغاله، والمهندس احمد بدر الله يكرمه راجل شغال، ويعني ما مش مخلي عنده اي جهد بخلان بيه على البلد. شايف الموقف فيه اضافه النهارده لمدينه سيدي غازي؟ اكيد هيخدم البلد وهيخدم طبعا البلاد اللي حوالينا او القرى التابعه لنا كلها، لان طبعا احنا البلد دي كانت معدومه ومهدور حقها من زمان، فدلوقتي ربنا كرمنا بمهندس زي ده او راجل زي ده شغال وبيعمل مصلحه البلد بالفعل. طيب، وجود مدينه سيدي غازي فيها القطار، وايضا اصبح النهارده فيها موقف يصل لجميع مراكز ومحافظات مصر، شايف ان ده انجاز بالفعل في مدينه سيدي غازي؟ اكيد لان بقول البلد كانت تفتقر الحاجات دي من زمان،
وطبعا كان بيبقى في عربيتين او 3 اللي شغالين، وبيجوا من المغرب ما بتلاقوهمش. ما يبقى في موقف زي ده رسمي وشغال اكيد الوضع هيتغير. ترى سيدي غازي النهارده في نشاطها وفي شكلها الحيوي بالنسبه للمشاريع الكثيره زي مستشفى، زي موقف، زي ميدان هنفتتحه ان شاء الله؟ ده تطور، ما بقول لحضرتك ده تطور على ارض الواقع. البلد واخده مدينه ولازم يكون فيها جميع امكانيات المدينه. ما عادتش قريه عشان خاطر ان تفضل الشغل بتاع زمان. دلوقتي دي مدينه وكل شيء حسب التطور. النهارده تقول ايه؟ النهارده في افتتاح موقف عظيم في مدينه سيدي غازي. انا بعتبره فرح بالنسبه لسيدي غازي وحاجه مشرفه لسيدي غازي. طيب الموقف ده يصل لجميع المراكز وبيعتبر انجاز في 2016 ومن الانجازات اللي ظهرت في مدينه سيدي غازي. طبعا احنا نفسنا كمان يتطور، يبقى فيه موقف فيه للقاهره، فيه الاسكندريه، فيه للمدن الكبيره، فيه للقرى اللي حواليها كلها. نفسنا يكبر اكبر من كده بكتير. هل مدينه سيدي غازي كانت تفتقد لمثل هذا المشروع؟ بالتاكيد احنا تاخرنا كتير لان سيدي غازي تعتبر لها تاريخ كبير، والمفروض يبقى فيها اكتر من كده. كان لزمن أيضا علينا أن يكون لرجال وزارة الأوقاف رأي ووقفة في افتتاح موقف مدينة سيدي غازي وافتتاح النماذج المشرفة. كان لزمن علينا أن نستضيف فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى سعفان. أهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا بكم وبكل الناس وبالناس اللي شرفونا وهيشرفونا إن شاء الله. دكتور مصطفى، النهاردة أنت شايف موقف بتكلفة 1,250,000 في سيدي غازي، هل بيعد إضافة لمدينة سيدي غازي؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالتأكيد سيدي غازي فيها تغييرات، وسيدي غازي فيها تحولات. سيدي غازي كانت بلغتنا احنا كانت في الأسفل، وكل فترة بترتقي إلى أعلى. الموقف بتاع سيدي غازي 1,250,000 وجاله دعم 200 بقى 1,450,000 بالتعاون دايما احنا مع السيد رئيس مجلس المدينة، رجل محترم، والمحافظ لا يبخل بأي شيء. والبلد فيها تغيير دائما، البلد فيها من حسن إلى أحسن ومن جميل إلى أجمل. دائما البلد في تقدم، والموقف دي نقلة نوعية لمدينة سيدي غازي. وهل توافر جميع الخطوط بالمراكز بالمحافظات هنا في مدينة سيدي غازي؟ ايه احساسك؟ هل في سيدي غازي في تغيير؟ نتمنى ان السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينه والسيد مدير المواقف ان هم ينظروا هذه النظره، لان طبعا سيدي غازي تعداد سكانها كتير، وسيدي غازي بلد تقع في منتصف عده بلدان، ولما يكون هنا مواصلات لجميع المحافظات هذه نقلة نوعية للبلد ولأهلها. زي ما شفنا كلام المهندس أحمد بدر، وشفنا أيضا كلام رئيس مواقف محافظة كفر الشيخ، وأيضا رئيس موقف مدينة سيدي غازي، وأيضا الجهات التنفيذية والشعبية بمدينة سيدي غازي، وشفنا مدى ترحاب الناس ومدى فرحتهم الطيبة بهذا المشروع العملاق، وأيضا بيتمنوا تفعيل الموقف بفتح أكثر من خط في الموقف لربطه بأكثر من مركز. أيضا توعد معنا المسؤول بإنجاز أكثر من مشروع في هذا العام.